وبعد ما رجعت بالكتاب وفلشت ظهره رجعني راشدي وفر وجهي. أنا كنت أريد أنقذه لكن هو فهم غلط ورجعني راشدي فر وجهي فر. انفصل أسبوعين وأنا تركت الدوام. بعدها صارت حفلة ومن بعد ما صارت الحفلة أكو شي ضربني بوجهي ومن عرفته انصدمت وكانت الصدمة. هلا والله حبايبي شلونكم شخباركم؟ أنا ليسا ستوري نايس واللي ما شغل لايك هسه خلي شغل لايك واللي مشترك بالقناة خليه يشترك بالقناة وصلوا على النبي. تعالوا خلينا نشوف شنو قصتنا الجديدة. أنا اسمي مريم من العراق بس حبابة لا تقولين اسمي مريم حاولي تغيرين اسمي قولي اسمي هيفاء هبة ملاك أي اسم يجي على بالك بس لا تقولين اسمي مريم. اوكي حبيبتي راح اقول اي اسم يجي على بالي بس ما راح اقول اسمك مريم. مريم راح اقول اسمك مرام لانه مرام يشبه اسمك فانا راح اقول اسمك مرام مو اسمك مريم. مرام اللي هي مريم تقول انا اسمي مرام من العراق. انا بنية جدا وهواسية يعني اخاف من كل شيء دلوعة وهواسية الى درجة مو طبيعية بحيث اذا اشوف النملة ما اتقرب لها واهلي اذا سمعوا لهم عيطة بالبيت معناتها مريم تريد لها فرقة انقاذ لازم كلها تجينا ركض احسن من ما اقلب الدنيا عليهم وافضحهم فضيحه بين العالم. ومن انا وصغيره بي هاي الحاله واحاول اغيرها لكن ما اقدر. حاولت اكثر من مره لكن اني اي شيء اشوفه اتحسس من عنده خصوصا الحيوانات. ومن صرت بالمدرسه كانوا المدرسات يعرفون مريم ويعرفون طبع مريم لانه كانوا اهلي دائما يروحون ويوصون المدرسات علي. كانوا يقعدوني اول رحله وعينهم علي طول الدرس. راحت ايام واجتي ايام وبيوم من الايام رحت للمدرسه وكنت قاعده اول رحله كالعاده. كانت المدرسة تشرح وكلنا متعمقين بأجواء الدرس وما حد باله يم أي شي. فاني كنت قاعدة اول رحلة لكن من يم الباب ما اعرف شلون فريت راسي وصارت عيني على الباب واشوف لكم القاع بيها ابو بريص. انا قريبة على الباب وابو بريص صار بصفي. يا يمه شو اسوي؟ قمزت على الرحلة وبقيت اطفر من رحلة لرحلة وعبالك انفجار صار بالصف. البنات كلها طفرت من رحلاتها. اباوعلكم على المدرسة طفرت من السبورة للرحلة الاخيرة ما حد يعرف شكو بس انا عيط وطفر على الرحلات. هن يعيطن ويسوون شبيك شفتي؟ المدرسة تقول لي شبيك ماما خرعتينا كلنا شفتي؟ قلت لها ست ابو بريص. ابو بريص طفر علي. قالت لي وين طفر عليك؟ وقلت لها يم الباب. روحي تلقيني يم الباب. ست يم الباب صار عندي صداع وما اعرف شنو اللي صار لي فجأة وردت اوقع. المدرسة سحبتني قعدتني على الرحلة وشربتني مي وقالت لي ماما هو ابو بريص ليش هيك تخافين؟ خلي ولي ماما ما يصير هيك تنهبطين احنا من يمنا كان صار بينا سكر انت شلون؟ باكر عقبه يصير بيش سكتة قلبية يصير بيش سكر يصير بيش مرض ما يصير هيك لازم تندمجين هاي حيوانات اليفة ما تأذي وخطية اباوعلكم عليها هي سولف وطمن بيه ووجهها صاير اصفر من الرحبة. والله العظيم لو غير مدرسة بهذا الموقف الا لزمتني سحلتني بالقاع بس الحمد لله والشكر يا ربي تفهمت الموقف وكانت وياي. عدى الموقف على خير والحمد لله والشكر يا ربي. راحت ايام واجتي ايام وانا مستمرة بهالمواقف البايخة اللي يومي عيطت لي بالمرة سالفة جديدة. راحت ايام واجتي ايام وصرت بالاعدادية ومن الرابع اعدادي قلت لازم مريم اشد حيلها وتصير قوية وتروح قسم زين وانا مستعدة اروح كل الاقسام الا قسم بيه فروع الطب. هذا القسم نهائيا ما افكر بيه لين انا قلت لكم بنية جدا وهواسية ومستحيل اقسام الطب راح توالمني. يعني اذا دخلت طبية اطلع لو مخبلة واحدة من عندهن لا ما اطلع صاحية مستحيل. وحتى اهلي يعرفون بهالشي وكانوا ما يشجعوني اروح طب نهائيا. وراحت ايام واجتي ايام وكل ما اروح للمدرسة كانوا عندي مدرستين اللي هي مدرسة سارة ومدرسة رويدة. ذول المدرسات ما يصيحوا لي باسمي بس لازم دكتورة مريم وانا اقول لهم رجاء لا تصيحوا لي بهذا الاسم. انا عندي وهواس جدا قوي وانتم تعرفون بهالشي يعني الطب ابدا ما يوالمني فلا تقولوا لي دكتورة مريم قولوا لي ست مريم قولوا لي شي بس مو الا دكتورة. لكن ست سارة وست رويدة لهم رأي اخر ويحسوني انه انا اصير دكتورة وهذا القسم كلش يلوق لي. المهم راحت ايام واجتي ايام وبيوم من الايام صار السادس اعدادي وبالسادس اعدادي اعتزلت عن كل شي. من اقول لكم اعتزلت عن كل شي يعني اعتزلت عن كل شي. اهلي ما اشوفهم واذا اشوفهم او اقعد وياهم كلش يمكن باليومين ربع ساعة بس ما اشوف اهلي نهائيا. حابسة نفسي بالغرفة من الدوام للغرفة من الغرفة للدوام. امي تجيب لي صينية الاكل قدامي اكل واشبع وترجع تاخذ الصينية وتسد الباب. اي صوت ما يمي. اهلي موفري لي كل شيء احتاجه. للعلم اهلي كلش يخافون علي يوفروا لي اي شيء اريده ويخافون علي خوف مو طبيعي وكلش مدلليني لان انا البنية الوحيدة الهم. مو الوحيدة الهم يعني ما عندي اخوان عندي 4 اخوان بس ما عندي
ولا أخت، فأهلي كل شي يحبوني لأن يحبون البنات، لكن رب العالمين رزقهم بس بي. الحمد لله والشكر يا رب حتى أبقى مدللة على عناد خواتي اللي مأجني للدنيا. المهم ويمكن أنا بسبب الدلال وبسبب خوف أهلي علي أني صار بي الوهواس اللي قمت أعاني من عنده كل حياتي. المهم راحت أيام وإجتي أيام وأني شادة حيلي إلى درجة مو طبيعية. تخيلوا إذا أهلي يلقوني نايمة يلقوني حاضنة الكتاب ونايمة. فترة السادس مرت علي فترة جحيم. تخيلوا والله العظيم أني ما أعرف شلون أنام من أنام، ما أعرف شلون أنام، هيك لازم الكتاب وألقى روحي غافية. وليش هيك كنت أسوي وأنا ما أريد الطبية؟ بس المهم يقولون طلعت معدل عالي، هاي المهم عندي. أما بالنسبة إنه أطلع معدل طب وأروح طب وأصير دكتورة يعني مثل الباقيين اللي يدورون معدل، لا هاي الفكرة نهائيا مو بالي. قبل ما أكمل قناتي على اليوتيوب بجميع مواقع التواصل اللي اسمها ليسا ستوري نايس، نهائيا ما مخليتها على بالي. كل اللي مخليته على بالي بنت فلان طلعت معدل عالي، أريد أطلع معدل عالي على مود هاي الكلمة. مريم طلعت معدل عالي ورفعت راس أهلها بس ما راحت طبية. وبالفعل أنا مستمرة بدراستي ومستمرة أتعب على نفسي وما أختلط بأحد، ما أطلع خطار ويا أهلي 24 ساعة، حابسة نفسي بالغرفة، أروح للدوام وأرجع لغرفتي. راحت أيام وإجت أيام وأني هذا روتيني الممل. بيوم من الأيام إجت امتحانات نصف السنة، رحت امتحنت وكملت الامتحانات والحمد لله والشكر يا ربي صار عندي شوية فرصة أهتم بنفسي، صرت أهتم بوجهي أهتم بروحي لحد ما تطلع النتائج. طلعت النتائج والف الحمد لله والشكر يا ربي، طلع معدلي 95 يعني بيه مجال نجيب 100. يلا خيتي مريم شد حزامك وشوفينا عضلاتك. وهنا بديت أدرس أكثر وأكثر والتعب زاد تعبيا على مود أطلع معدل 100. سامعين بالنسخ واللصق؟ هيك نسخت الكتب ولصقتها لصق، بحيث صارت الكتب بالنسبة لي أي شخص يسألني أي سؤال قبل أجاوبه مباشرة بدون تفكير. لهالدرجة نسخت الكتب. وراحت أيام وإجت أيام وأنا رجعت الروتيني اللي ما أهتم بنفسي بيه وما أهتم بوجهي وما أهتم ببشرتي. عندي المهم أطلع معدل وبعدها إن شاء الله نرجع نهتم بنفسنا. المهم صارت امتحانات آخر السنة وهنا أنا أروح للامتحانات وأنا مطمئنة لين أعرف بنفسي وما أدخل للقاعة وأطلع إلا وجايبة 100 والحمد لله والشكر يا ربي. أروح للامتحان وأطلع من الامتحان وأنا أعرف نفسي جايبة 100 مليون بالمية. إجا آخر امتحان وهذا الامتحان كان فيزياء، إجا فرع من الأفرع نهائيا ما أعرفه، يعني السؤال كله ما أعرفه. احنا عندنا ترك بالأسئلة لكن عندنا ترك أفرع مو سؤال كامل. هنا خليت ايدي على خدي وطقيت لكم ذيك الصفنة المعدلة وقلت مستحيل أطلع من القاعة إذا ما أجاوب الأسئلة كلها وأطلع وأنا ضميري مرتاح وبالي مرتاح. هذا السؤال شلون فاتني وشلون أنا ما قاريته وأنا كلش زين أتذكر أنا قارية هذا السؤال بس ناسية جوابه شنو. بقيت أفكر وحليت كل الأسئلة ورجعت لآخر شيء أباوع السؤال واني دوخة تاخذني ودوخة ترجعني ورجعت صفنت لكم صفنة ذيك الصفنة المعدلة. بقيت ادعي يا ربي اتذكر هذا السؤال واتذكر شنو جوابه، اذا ما حليت هذا السؤال يمكن راح ينزل معدلي بسببه واني البقية كلهم ضامنة بيهم 100. بقت بس هاي المادة يا ربي ان شاء الله يا ربي اتذكر السؤال واضمن 100 هم بيها، لان والله العظيم صدق احترق قلبي. بقيت صفنة تاخذني وصفنة ترجعني الى ان عرقت والمدرسات انتبهوا علي انه انا راح اوقع خلاص. اجت تركض علي واحدة من اللجنة اللي واقفة علينا وقالت ايش بيك حبيبتي شنو اللي صار لك ليش عرقتي؟ قلت لها ست هذا السؤال مدى اتذكر جوابه وكلش دخت عادي اقعد بالقاع. قالت عادي حبيبتي اقعد بالقاع. الصف كانوا كلهم طالعين وكم طالبة باقيات بالصف والوقت كلش قليل، يعني الوقت اذا خلص راح ياخذون الاوراق من عندنا. صرت افكر الوقت داهمنا ولازم القى حل لهذا السؤال، فقلت انا ما راح احل من الكتاب ولا راح احل نصا، راح اكتب جواب من عندي وبلكي الله يطلع صح. ركزت بالسؤال شوية وحليت حل مطابق للجواب مالته لكن مو نفس الجواب. المهم بقيت ادعي ربي بلكي الله يطلع صح. خلص الوقت واخذوا الاوراق من عندنا وطلعنا. بس شنو هنا اللجنة جابوا لي مي وقعدوني وخلوني ارتاح ومن بعدها قلت لهم بس اريد كتاب فيزياء. اكو بنية الله ينطيها العافية انطتني الكتاب مالتها وباوعت على الكتاب كان الجواب تقريبا نفس الجواب بس شوية بيلوفه. شوفته للمديرة وقلت
لها ست أنا هيجي حليت، شنو رأيك بالحل؟ قالت إذا أنت هيجي حالة والجواب مقارب لجواب الكتاب معناتها أنت ماخذة 100. هنا المديرة طمنتني ومسحت دموعي وطلعت من المدرسة. رجعت للبيت وبين المطمئنة وبين الخايفة. المهم رجعت ونمت، ويومين أنا نايمة نومة ما أريد أقعد ولا أريد أحد يقعدني. أي شخص يجيني من العائلة ويقعدني أقول له روح هسه بس خلي أرتاح وتعالوا قعدوني. والله العظيم يومين لا أكل ولا شرب بس نايمة بسبب التعب اللي تعبته ذيك الفترة. رجعت وسويت روتين لنفسي وقلت لازم أهتم بنفسي. صرت أهتم ببشرتي وأهتم بنفسي إلى أن راحت أيام وإجت أيام. أنا منتظرة النتائج على جمر وأهلي بعد أكثر من عندي. إجا يوم النتائج وأنا كنت ما أنام بس أفكر بالنتيجة. ما أعرف بيوم النتائج شلون أخذتني الغفوة، وما أحس لكم إلا إخواني يصيحون فوق راسي ويعيطون ليش قعدي مريم وقعدي طلعت النتيجة. ثارة هم شايفين النتيجة وما قالوا لي معدل إيش قد. أنا طفرت من شربايتي قبل للباب، قمت أصيح عليهم شكو وين النتيجة؟ شنو طلعت ناجحة؟ واحد يقول لي أمي داش عبالنا نجحتي، واحد يقول لي أمي داش طالعة ب2، واحد يقول لي عمت عينك فشلتينا، وأنا خلوني أبكي وما أعرف شنو أسوي. أمي وأبويا بوقتها كانوا هم موجودين. أبوعلكم أبويا حرق الموبايل حرق، أمي تتصل منا وأبويا يتصل منا، وأنا قاعدة أدق والطم منا عبالي صدق راسبه. طلعوا إخواني يكذبون علي ومعدلي 100. من قالوا لي معدلك 100 ما أعرف شنو أسوي، وقمت أرقع برجلين وأسوي يما يكذبون علي يما يكذبون علي، واخواني يضحكون وانا ابكي. قلت لهم احكوا لي الحقيقه تكذبون لو صدق؟ قالوا والله صدق دا نحكي معدلك 100. هات شوف النتيجه مالتك. انا من البيت ما اشوف، ابغى على النتيجه اشوف بس غواش. قلت لهم اتصلوا لي على اهلي، اتصلوا لي على ابويا. اتصلوا على ابويا وابويا يصيح بوجهي ويعيط بنتي الكفور رفعت راسي قدام العالم واعرف شيء. يما شنو دا يصير؟ اقول له بابا انت تصدق لو كذاب علي؟ يقول لي والله صدق. وانا هنا ما اعرف اصدق ما اعرف اكذبهم، خلطت العافيه من وراء اخواني. المهم بعد ما استوعبت انه اني ناجحه ومعدل 100 وكل شويه اعيد خاف هذا الاسم مو اسمي. بالله تاكدي مريم خاف هذا الاسم مو اسمك. يمكن 6000 مرة تأكدت من الاسم وطلع اسمي. الحمد لله والشكر يا ربي. كان معدلي 100 والحمد لله والشكر يا ربي. رحت وقدمت على جامعة، قالوا لي تقدمين على الطب. قلت لهم ما أقدم على الطب ولا أشوف خلقته، ما أريدكم تجيبون سيرته قدامي. أروح طبية وبعدين تصير بي حالة نفسية، منو يفيدني أنتم؟ ما أروح هيك قسم مستحيل نهائيا. راحت مريمة وقدمت مهندسة نفط وصرت مهندسة، وأروح وأجي رافعة خشمي على العالم. إي طبعا مهندسة عبالكم لعد. وأني صرت مهندسة لازم أعتني بنفسي ولازم أعتني بروحي ولازم أصير حلوة جميلة هيك يكون الجمال ينقط منا ومنا. قامت يومية مريمة تجيب لها كاسة وتقعد تخبط ماسكات وتخلي لها الوجه هذا اللي يلمع فلوة الوجه. أنا حلوة ما أحتاج، بس لا لازم أصير أحلى بعد. أنا منا أحب أتفيك ودلوعة، وأخذت أمي ورحت أسوق مسواق جامعة. يعني ملابس ما ملابس هاي السوالف. أوكي هناك رحت ووصلت يم السوق وما خليت حدا كعب عالي ما اشتريته، واشتريت اشكال الملابس ورجعت. صايره مريمه جامعه لعد شلون تلافه قشره. المهم راحت ايام واجت ايام وانا اخطط بعقلي اول ما راح اروح للجامعه ويبدي الدوام ادخل بحذائي العالي وطق طق طق امشي بممرات الجامعه وكلها تسمع الطقطقه مال حذائي. لعد شلون وكلها تقول واو او ماي جاد ما هذه الجميله منين جتي؟ سبحان الخالقها. اي لازم هيجي اسوي. لازم مريمه تلفت انتباه الجامعه باكملها من دكاتره وبنات وشباب وكلها لازم تشوف مريمه الجميله. واجا اليوم اللي انتظره. اتكشخت ذيك الكشخه الحلوه ولبست الكعب عالي ورحت للجامعه. دخلت للجامعه وصرت امشي بالممرات حتى يسمعوني الكعب مالتي شلون يطقطق. فاتت مريمه تمشي وطق طق طق وصارت العالم كلها تباوع عليها لين كانت فرصة وكلها طالعة من محاضراتها. وهنا العالم كلها تباوع على الطقة مال حذائي واني امشي بكل ثقة وبقلبي اسوي ما شاء الله. اول مرة يشوفوا لهم وحدة حلوة. يا عمي حقهم هو وين اني اكو بجمالي؟ رافعة خشمي وامشي واني دا امشي وشايفة نفسي عليهم وما احس الا التو الكعب مالت الحذاء والرقعت قدام العالم كلها. وما احس لكم الا الجامعة كلها قامت تسوي الله 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 الله. النوباني هنا حتى اذا ما اريد اخجل راح اخجل غصبا علي. من سمعتهم هيجي يصيحون كلهم وكلهم منتبهين علي قعدت وتربعت وقمت ابكي. جو بناتي يركضون علي وقالوا اسم الله حبيبتي اسم الله خاف صار بيكي. قومني ودنقت راسي ومشيت. وبعد ما خليت عيني بعين
أحد من الجامعة، وتوابت أعيد هذا الموقف بعد، امشي عدل وسكتي، فضحتينا قدام العالم. المهم بقيت ألوم بنفسي، يا ربي هسه شلون؟ هسه دا شافوني كلها تضحك علي، كلها حفظت شكلي، يا ربي كنت لابسة لبس مميز واللون صارخ هيك شويتي يصرخ يصرخ يصرخ. ادري ايش عندك فضحتينا فضيحة قدام العالم. ام داك مريمة بعد لا تعيديها. المهم بقيت ألوم بنفسي وبعد ما عدتها، قلت بعد ما ألبس ألوان غريبة وألوان شعشاعية وتبيني من هاي البنات، ألبس لون حال البنات اللي لبسنا، إيه لازم بعد ما أخلي نفسي نادرة من نوعي والعالم كلها تباوع علي وكلها تحفظ شكلي، وإذا صار وياي موقف طايح حظي راح انفضح فضيحة. المهم راحت أيام وإجت أيام، اتعرفت على القسم ونسيت السالفة، يلا ما يخالف تصير بأرقى العوائل. المهم اتعرفت على كل القسم وكانوا زينين وكانوا حبابين إلا واحد من عندهم، هذا الواحد كلش شرير وكلش خبيث وكلش عصبي، بحيث القسم ما حد يحكي وياه نهائيا، يعني ما عنده أي اختلاط بالقسم، يعني ما أعرف إيش بيه، حالة نفسية ما أعرف شنو، متكئب و24 ساعة عصبي، وإذا أحد حكى وياه يرد بعصبية، وإذا أحد اندق بيه يبقى يصيح ويلم الجامعة علينا. المهم فما حد يحكي وياه وما حد عليه بيه. فبيوم من الأيام أنا قاعدة وهو قاعد قدامي، أباوعلكم وقفة جرادة على قميصه، أريد نقذ للولد الجرادة حتاكله. أنا كل شيء إلا الحيوانات، كان عندي سجل قدامي وأرقع بالسجل على كتفه وأخليه يقمز من مكانه، بقمز تفرجها علي ورقعني راجدي خلاني أفتر، وما ينسى ذاك الموقف اللي الله لا يخلي شخص بيه. قام يصيح علي أنت ما تستحين، مو عيب عليك، والله لو ما بدي هسه أسحل بيك القسم سحل. قلت له أوقف، أكو جرادة على كتفك وردت أنقذك، إيش بيك أنت؟ قال لي شنو جرادة، تقدرين تحكين شمرين السجل علي ليش؟ عيني ويخزين تخزي قدام العالم. وقعدت وبقيت أبكي والقسم كله يواسي بيه، والراجدي هيك إيده طابعة بوجهي. اجوا الدكاترة والعمادة وكلها التمت يمنا، فصلوا أسبوعين من الدوام، أنا من الفشلة وين أضم روحي، وطول الدوام أنا خالة إيدي على خدي حتى ما حد يشوف الراجدي. بقيت أسبوع كامل وأنا ما أداوم، ورا أسبوع رجعت للدوام وكان الأمر طبيعي وما حد محسسني إنه أنا صار وياي هيك موقف. راحت أيام وإجتي أيام، وأنا لبسي طبيعي وأنا طبيعية ومكياجي طبيعي، ما أبالغ بأي شيء على مود ما أتفشل، بنات ما أريد أتفشل. المهم راحت أيام وإجتي أيام، وبيوم من الأيام القسم اتفق على إنه نسوي حفلة، وكلنا اتفقنا على هذا الاتفاق، نسوي لنا فد حفلة بسيطة وحلوة. انجمعنا وسوينا حفلة، وأنا قلت أريد أصير مميزة بيوم الحفلة. فكرت إنه ألبس كعب عالي، أخلي عدسات، أخلي مكياج حلو، وبعدين قلت خاف تصير بيا دقة مثل ذاك اليوم. قلت لا يا معودة، صارت مرة ما أعتقد بعد تصير. لبست بدي أبيض وتصير بي فيكة سوداء وبي دقم سود، ولبست كيلوت عريض، ولبست كعب عالي، وطلعت أطق بالقاع. يما اسم الله عليك يا ربي، إن شاء الله يحميك من الحسد، فدوى وجهك على هالجمال هذا. انعجبت بروحي، إيه حبايب انعجبت بروحي. نص ساعة وأنا أباوع على وجهي بالمراية، خاف أروح ويحسدوني. لا روحي ما يحسدونك. قوة قنعت روحي ما راح انحسد، ورحت للجامعة ونزلت وطق امشي بالممرات، بس هالمرة ما اخذ حذر، ولو رفعت شوية خشمة عليهم، بس ما اخذ حذر. لا تخافون، ما اخذ حذر، مو مثل ذيك المرة. ايه حبايب لازم اخذ حذر، الحذر واجب. بس هسه اني اجى سؤال ببالي، ليش من نلبس كعب عالي اقوم اتفيك على العالم؟ لانه يسوي طق، يمكن هيك السالفة. المهم رحت ولقيت قسمي كله مجموع، وجايبين كيك وجايبين عصاير وجايبين اكل وكل شيء جايبين، يعني مسوي لكم سفرة طق بالقاع. انا رحت بديني لو اروح اكل، اني قابلة بذر، لا ما احب التبذير. قالوا ها مريم مش عجب تأخرتي؟ قلت لهم يا معودين كنت افتر، ردت لي بس شي نادر وحلو حتى اجيبه بس ما لقيت. قلت يلا اكيد الشباب والبنات من قصروا وجابوا، هسه تأخرت لازم اروح للجامعة واجيتكم بسرعة، وما لحقت اجيب كل شي، وانا بقلبي اقول انا اجيب لكم ام داني، انا اجيب لكم، انا ما ابذر بتاتا. لا حبايب لا، التبذير مو حلو. ايه هم جايبين هواي خير من الله، اقعد اكل وياهم واسكت. المهم وقعدت اكل وياهم ونسولف ونضحك ونشاقه، ومن بعد شوية قمت أريد أغسل وما أحس إلا صارت ذبانة قدامي. اجتني الحالة وقمت أقمز وأسوي يما على ملابسي، يما اجتني، يما راح تاكلني. كلهم طفرة واحدة، والبنات جني يركضن علي، ولك شبيك؟ قمت أقمز أنا وحذائي وصخام وكياتي ونسيت الكشخة والنفخة. المهم قمت أعيط وأصرخ، وقالوا لي شبيك؟ بس صبري. قلت لهم ما أعرف شنو، يما صخام صخمني ما أعرف شنو. حشرة كلها طيارة هيك بكبر الطيارة بوجهي راحت، يمكن بلعتها. وين راحت؟ ما أعرف وين راحت.
قال لي ولد شبيش؟ قلت لهم ما اعرف، ذبانه ما اعرف شنو جتي علي. اكو وحده قالت يا معوده شبيش بس اهدئي احنا ما شفنا شيء اجى عليك. قلت لها لا شغله سودة اجت علي، بس رفعت ايدي اجت علي. باوعت على ايدي قالت ام داكي والله اذا صدق، بس لا هاي دقمه قميصك خفتي من عندها. اباوع اي والله هاي صدق دقمه قميصي، يا قاع انشق وبالعيني، بس لا من دقمه القميص قلبت الدنيا. اصخام بعينك واصخام الصخمك، فضحتينا وخزيتينا. قاموا كلهم يضحكون علي، قالوا لي انت ما تبطلين سوالفك مريم، يوميه طلعت لنا بمصيبه جديده وطلعت تروح الجامعه يلا خلصت، يوميه طالعه بمصيبه جديده ويوميه موقف محرج، الى ان خلصت جامعه وقعدت ببيت اهلي والحمد لله والشكر يا ربي. من بعد فتره تعينت، وبعد فتره تعييني اتزوجت وصار عندي اطفال، وهسه حاليا اني صايره ام وصرت نادره وصرت ما اخاف من الحشرات واشجع نفسي يوم بعد يوم، ولو بعدها طقت اخبارات عندي، بس لولا عقلت الحمد لله والشكر يا ربي. وكل ما اقعد واتذكر هاي المواقف ابقى اضحك على نفسي واقول يا رب انا وين كنت وين صرت، معقوله اني هاي الفاهيه صرت ام وصار عندي اطفال واوديهم للمدرسه وصارت عندي عائله ويعتمدون علي، اني هاي الفاهيه اللي كنت يوميا مخزيه نفسي بموقف هيك صرت فدوى لقلبي. المهم يا بنات هسه اني كبرت وعقلت والحمد لله والشكر يا ربي. مريمه عقلت وبعد مو يوميا يصير وياها موقف محرج. أنا طبعا حبيت أحكي لكم هيك نبدأ عن حياتي، نبدأ مضحكة حتى شوي نغير جو بالقصص، وطلبت من ليسا تنزلها حتى شوي يعني نغير جو، مو كله حزن حزن حزن. فأنا أقول لكم أنا حبيت أنزل قصة مريم على مود شوي نغير جو، لأن هواية أنا أنزلكم حزن وهواية تبكون. قلت خطية يوميا بكيتهم خلي أضحكهم شوية، فجبت لكم قصة خالتنا مريم حتى شوية أغير لكم الجو، وتعرفون دراسة وهاي خطية تدرسون وتتعبون يا ربي والله أنا قهر عليكم، لأن أنا هم مثلكم مقابلة الكتب وقاعدة. يلا حبايب لهنا انتهت قصتنا بقناة ليسا ستوري نايس. أحبكم هواية، اللي عنده قصة اللي عنده مصيبة اللي عنده طلابة يدز لنا إياها على الانستغرام مالتي موجود بالوصف وموجود بأول تعليق، وروحوا تشقوا فولو بالانستغرام مو تنسون، ولا تنسون قناتنا الثانية روحوا تشقوا بيها لايك وتشقوا بيها اشتراك. وأحبكم هواية ومع السلامة، وقولوا لي القصة عجبتكم لو لا، واخذتوا عبرة من القصة أو لا. للعلم القصة بيها عبرة بس أنا ما راح أحكي لكم شنو العبرة من القصة، أريد أعرف أنتوا عرفتوا شنو العبرة من القصة أو لا، فأنتوا كتبوا لي إذا عرفتوا القصة من العبرة من القصة، مو القصة من العبرة، لا العبرة من القصة. آسفين قلبنا الكلام. يلا حبايب أحبكم هواية ومع السلامة. دخنة